فراولة جيجل في بداية موسمها تكتسح أسواق الجملة بالشرق الجزائري، خاصة بعد اتساع رقعة الحقول واهتمام الفلاحين. بحكم أنه العقار الفلاحي راهو شحيح جدا، اتجهوا الإخوة الفلاحين بدءا من سنة 2004 تقريبا بحوالي مساحة 4 هكتارات. اليوم الحمد لله رانا في موسم 2024-2025 أكثر من 900 هكتار راهي مزروعة، يعني كلها فراولة تحت الأنفاق الصغيرة والأنفاق الكبيرة، البيوت البلاستيكية الكلاسيكية. رغم الخسائر التي عدت بالملايير بفعل الفيضانات التي عرفتها الولاية نهاية فبراير من العام الماضي، إلا أن الولاية بقيت رائدة والأسباب كثيرة. 4 سنوات محلية والعام مستورد. عندنا الصنف هذا بارتينوب، وعندنا الصنف سافانا، وعندنا صنف فلامينيا. هادو ثلاثة كل عام نهزو منهم الزريعة. دركا ما كاش، اغلب الفلاحين رجعوا يخدموا الزريعة على يشريو عام، ما يشريوش 4 سنين 5 سنين، يقدر ما يشريش، وقادر كاين حتى 6 سنين 7 سنين ماهوش يشري الزريعة. أما عن الأسعار يقول رئيس الغرفة الفلاحية لولاية جيجل: الشيء اللي يأثر على السعر هو مدى الوفرة. إن شاء الله نتوقعوا لما يكون موسم الفيض ولا الوفرة في هذا الإنتاج أنها مع بداية شهر رمضان الأسعار تاع الفراولة ربما راح تاخذ المنحى الطبيعي تاعها. هي بداية موسم ينظر إليه أغلب الفلاحين الذين سألناهم أنه موسم الريادة، وعن الأسعار يؤكد الجميع أنها ستكون الفاكهة الأرخص على موائد الإفطار شهر رمضان الكريم.